من الفرح والسعادة في مونديال قطر 2022 من خلال عزفه المتفرد بدقة البرع اليمني. أنت فعلا أحييت هذا النوع من الإيقاع ونلت إعجاب كل اليمنيين، وإن شاء الله مستقبلا ستصل إلى العالمية وستوصل بهذا الفن، يعني ستعجب العالم كله. قدم ملاطف هذا الفن بصورة ممتعة. الأمم تعرف من خلال إنجازاتها العلمية، من خلال إنجازاتها الفنية، من خلال إنجازاتها الأدبية، واليمن حقيقة لديها تاريخ كبير ولديها إسهامات وافرة خاصة في مجال الأدب والفنون. أنا حقيقة بهذه يعني اللفتة نكرم ملاطف اللي استطاع موهبته إنه يقدم، يعني أول حاجة يأتي إلى حدث عالمي وهو كأس العالم، يقدم هذه الموهبة الفريدة ويرسل صوتنا للعالم كله. وأنا أكرمك بتكريم لهذا الفن، وزي ما قلت لك من البداية شكرا لأنك قبلت الحضور إلى هذه الدعوة، وأنت فعلا ملاطف حميدي ابن اليمن الذي نفتخر فيك، وإن شاء الله ترفع يعني رأس اليمن عاليا. شكرا لملاطف، شكرا لكم جميعا. شكرا لك. الله يحفظك. وهمنا ان احنا نرفع راس اليمن باذن الله في اكثر من حدث. وعلى جهودكم هذه اشكركم وتفاعلكم بي. شكرا. الله يحفظك يا ملاطف. ملاطف هديه بسيطه مننا. انا بجيب لك اول حاجه، يعني احنا نكرمه بدرع مؤسسه توكل كرمان. هذا الدرع الشكر والتقدير كده عكس كده. ايوه كده. لا حطي لحاله كده الحاجه اعطيها. لا ايوه تفضل يا بنت. شكرا. حطيه قدامي. وهذه شهادة تقدير والختام. هذه شهادة تقدير من المؤسسة. هذه شهادة تقدير والختام. هنا حبيبي. وهذا المبلغ الذي أعلنا عنه وهو مبلغ $10,000، يعني تكريم لجعل نتمنى مزيد من المسلمين ان شاء الله يجوا اليمن ويقدموها بشكل جميل ومفرح لليمن وللعالم بأكمله. شكرا لك. والله لي شرف لي. شكرا لكم. شكرا لك. تفضل. إذا أي حد يتكلم، إذا في حد يقول حاجة ولا شيء، يقول أي حاجة يتفضل. تفضل يا الأستاذ. يعني الحمد لله اليمن واليمنيون استطاعوا ان يصلوا بعد يعني فتره، بالذات المبدعون يعني فترات كثيره من التجاهل ومن النكران، ولكن الحمد لله ما زلنا الان نحظى بهذا الدعم والفضل يعني معروفة بعطائها وتكريمها للعديد من الفنانين والفنانات في اليمن والمبدعين في كل المجالات الفنية والرياضية وإلى آخره. نتمنى أن يكون لدينا أكثر من توسع، ونتمنى أن يحظى الجميع بهذه الحفاوة، وشكرا لها وشكرا لملاطف وشكرا لكل مبدع في اليمن. شكرا جزيلا. نتكلم بالنيابه عن المعارض. انا خارج من ملاطف يمكن بالفتره الماضيه معارضه. للاسف يعني الكثير يتكلم ما يعرفش بقيمه انه الانسان يجي يمثل بلده، بقيمه انه الانسان يكون وقت ومال، ويمكن بعض الاحيان يكون بعض الكرامه عشان العلم اليمني ارتفع في مقبره عالميه في مونديال كاس العالم 2022. كنت قريب من ملاطف
واعرف ظروفه جيدا، ولهذا انا اتوجه بالشكر الجزيل للسيد الدكتور كرمان على هذا التكريم الذي يعني يعتبر تكريم لنا جميعا. اول من تكرمت بتكريم ملاطف. شكرا لكم جميعا. في حد حابب يقول شيء؟ اسامه. استاذ سعيد تفضل. حياك. باقي ملاطف خلي يتكلم يا استاذه. ما مشكلة، يلا الأمور مضبوطة. جاهز؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الضيافه وشكرا على التكريم الرائع بالنسبه للتوكل. وهذا بالنسبه لنا يعني ما قدمنا الا شيء بسيط لليمن، ونذكر اسم ان شاء الله نرفعها عاليا. واشكر كل الجهود الذي قامت بجانبي وكل من ساند وكل من يعني شارك معي، وتحياتي لكل المساهمين معنا وجنبنا، والف الف الف شكر. انا استاذ سعيد. أستاذ سعيد لازم. طبعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه انا سعيد واسمي سعيد، وهذا السعاده مزدوجه انه يتم التكريم للاخ العزيز ملاطف الفنان المبدع الذي حقيقه رضع رؤوسنا مش فقط هنا في الغربه، لكن رضع راس اليمن كله، وهو يعد من وجوه اليمن الفنيه التي يجب ان تكرم وتعزز في ظل هذا الوضع السيء الذي يعيشه اليمنيون. نحتاج لحظات نفرح بها، نفتخر بتراثنا من خلال بعض الرموز، وهذا الاخ العزيز يعد اليوم رمز من الرموز الفنيه في هذا البلد وفي خارج بلد الغربه. شكر طبعا جزيل للأخت العزيزة الأستاذة الدكتور التي عودتنا الحقيقة دائما على اقتناص اللحظة في إرسال رسائل لقضايا متعددة، سواء كان أيام منتخب الشباب، سواء في هذه الفعالية ترسل رسائل للذين هم يدرسون رؤوسهم في الرمال ويتجاهلون المبدعين، او ترسل رسائل للركام الاجتماعي الذي يقدم صوره نمطيه عن بعض النخب او الفئات الفنيه او الثقافيه او المهنيه بنظره انا اعتبرها نظره رجعيه متخلفه، تريد أن تصوير النظرة هذه من خلال التكريم مستحق للأخ ملاطف، وهو موصول أيضا لليمنيين كلهم. شكر جزيل لكلنا. أنا يعني أعتبر هذه الفعالية تضاف إلى فعاليات سابقة عشناها مع التوكل، ونتمنى للأخ ملاطف أن يستفيد من هذا التكريم ليس للبقاء على وضعه، انما لتطوير قدراته وتنميه مهاراته والارتقاء بادائه والاعتزاز بهذه المهنه التي يعمل بها، لكن لا يقف عندها، يطورها بشكل افضل ويكون نموذج للاخرين اللاحقين به ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم. في حد يتكلم؟ قبل ندخل الغداء. ماهر وهو ماهر. انا بتكلم عن الغداء.